تبعي معايا الفكره تاع اليوم تاع العشاء، راح نعطيها لك سهله ماهله، ما تحقي فيها لا بطاطا لا يدك لا يدك. اليوم خلوا البطاطا تريح شويه، وصفه جديده شابه وبنينه كراطا غير في المقله بلا ما تشعلي الكوشه. جامو الابوني الفيديو. تبعي معايا حبيبتي. هنايا في كاسرونه تحقي كاس تاع رز بسمتي تغسليه مليح مع 2 كيسان ونص تاع موز، 2 مغارف تاع زيت، ملح وحرور كركم سكنجبير، وديري نجمه الارض وفتاته تاع قرفه وباكيه جامبو. الا كان عندك، لما كانش عندك معليش ما ديريش. تطبخيه فوق النار كي ينشف نقول حنا داك الرز خليه يبرد على جهه. وفي مقله ديري 2 مغارف زيت، شويه اسكارب لا كان عندك، ملح حرور كركم سكنجبير، توابل تاع الدجاج والثوم وطحون ولا طرابي سنينه. هايوا طيبي هذاك الدجاج تاعك لغايه تخليه على جهه. وفي المقله غير هي ديري مغرف ونص فرينه مع مغرف كبيره مارغرين لغايه فوق النار. من بعد زيدي عليهم 2 كيسان ونص حليب اللي يكون شويه حامي، حتى ملح حرور كركم، وديري الفرماج اللي كان عندك. انا درت شيدر. تطبخيهم فوق النار كي تتقالك هذاك البيشاميل، تقليه شويه على جهه، وهذاك اللي في المقله تروحي ديري عليه هذاك الرز، ومن الفوق ديري عليه هذاك الاسكالوب اللي قليتيه، وزيدي تغطي بديك البيشاميل اللي خليتيها على جهه، وديري الفرماج اللي كانوا عندك وتحطيها فوق النار قليله كلي راهي طافيه تكتك غير في غردها. ما بدا ما انا هنا فطوري كان لي تكتك، رحت بالخاف باش ندير الماشينه نقيس فيها، كان واحد شويه تاع الحوايج كنت نوخرهم من الطريق. جبت هنايا جيليكا تاع فافو، دائما نبغي نغسل به. شوفوا يرغوي ما شاء الله، تبغي تغسلي به الماشينه ولا تغسلي به بيدك. من داك يكونوا عندي حوايج مسخين نقولوا حنايا هكا فيهم لي طاش وكاع، ندير فافو تاع خزامه. وكي نبغي غير ريحه ندير غير 2 بوشون ولا من تاع الورد. كاين جيليكا كبيره دير لكم 60 غسله، وكاين جيليكا صغيره دير لكم 40 غسله. المهم ما شاء الله. وهنايا فطوري كان طاب جا بزاف بني. شوفوا غير جربي الوصفه، خلي البنه تهدر تسلكي بها عشاك ولا فطورك. هذه هي وهذا هو. طريلي في الفيديو بالجام والدعوه مقلشه، وفي الامان.